بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل معاكم اكله جميله جدا وسهله وبسيطه، مش هتاخد معاكم دقيقتين. وطبعا كل الاولاد هيحبوها وهيطلبوها منكم كل يوم. طبعا احنا عارفين ان المدارس خلصت زي ما انتم عارفين، والطلبه بقى قاعدين سهرانين طول الليل، سهرانين في الجو حر. فدي بقى تتعمل سندوتشات بالليل بقى جميله، او الصبح كمان على الفطار او عشاء، اي حاجه وجبه جميله. هي لو عندك او اتنين يعني و... وطماطم. طبعا دي حاجة متوفرة في كل بيت، ما احنا عارفين ان شاء الله. وتعملوها وان شاء الله تعجبكم. ما شاء الله أكلة جميلة ازاي. من هنا والشفا ليكي يا أصحابي. أكلة خفيفة وبسيطة مش هتكلفكوا كتير. خليكم معايا بقى نشوف المكونات مع بعض اهو. 3 بيضات او حسب ما عندك لو عندك واحدة مفيش مشكلة، لو عندك 2 مفيش مشكلة، اللي عندك الموجود عندك في البيت. طلباتها كلها سهلة وبسيطة وكلها متوفرة. وعندك فلفل اخضر، وعندك لو عندك فص ثوم تقطعيه قطع. وهنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. خليكم معايا بقى يا حبايبي للآخر. أكلة خفيفة جدا ومش هتكلفكوا 3 دقايق بالظبط، وهتبقى سهلة وبسيطة وجميلة. خليكم معايا. هنا المكونات بتاعتها بسيطة جدا اهي. بس هنحط بقى الايه الملح، كلها بهارات، ملح وفلفل معايا اهو. كلها مكونات ما شاء الله خفيفة جدا وجميلة. الأولاد وهم سهرانين بالليل ممكن يعملوها ويتعشوا بيها، سندوتشات، فطار، أي حاجة هتلاقيها مغذية وجميلة. حطيت، خليكم معايا عشان تعملوه يعجب الأولاد وبألف هنا وشفا. لو عجبكم طبعا الفيديو اشتركوا معايا في القناة وقولوا لي رأيكم ايه. ولو عندكم أي حاجة تقترحوا عليا بيها اتفضلوا. دي كده خلاص خلصناها. ادي الفلفل اهو. طبعا هنا الجبنه الموتزاريلا اهي، او جبنه رومي، اي حاجه اللي موجود عندك. هي اكله خفيفه مش هتاخد منك اي حاجه. خليكم معايا للاخر وهنشوف هنعمل ايه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا بقى مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هنحط الزيت اهو. طبعا انت بقى بتهدي النار لو عندك عليها زيت زيتون يبقى احسن، وتخليكي بقى ايه مستنيه عادي شويه جدا. عندما الطماطم تدبل معاكي شويه كده. ولو طبعا انت حابه تحطي عليها فصين توم تقطعيهم قطع صغننه خالص وتحطيها، دي حاجه يعني حسب راحتك. طبعا بقى يا حبايبي حطوا لي لايك كده وقولوا لي رايكم ايه. احنا كده بقى دلوقتي جاهزين اهو بالخلطه بالبيض والحاجات المكونات اللي احنا ضربناها وجهزناها مع بعض. وهننزل بيها دلوقتي اهوت على الطاسه وهنشوف مع بعض. اكله جميله وخفيفه هتعجبكم جدا. طبعا نحط بقى الخليط عليها كده الجبنه الموتزاريلا بقى عليها كده، او الجبنه الرومي اللي ريحته حسب ما انتوا عاوزين. بسم الله ما شاء الله. اكله جميله وخفيفه هتعجبكم جدا. دي بقى تتعمل في العشاء. ما شاء الله عليها. اكله جميله اهي، هتعجب الاولاد جامد. خفيفه مش هتاخد منكم 3 دقايق. جربوها تعملوها كل يوم بألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا معايا في القناه وقولوا رأيكم ايه.
شويه بهارات بقى كده اهو. فلفل اسود بقى مننساش. عارفه هنا نشوفها بقى الاصحاب، هتشوفوها بقى في الاخر عامله ازاي. انت ما شاء الله اكله جميله ازاي، والهنا والشفا ليكي يا اصحاب. اكله خفيفه وبسيطه مش هتكلفكوا كتير، والاولاد سهرانين بالليل. طبعا احنا عارفين ان المدارس بقى خلاص كله امتحن وقاعد، بيسهروا بالليل وبيجوعوا، فطبعا دي بتعمل سندوتشات خفيفه وجميله، حتى هم ممكن يعملوها بنفسهم، مش لازم الاكله يصحوا خلصت ماما خلاص وبابا عشان اهي، يعملوها. اتفضلوا معانا بقى. بألف هنا وشفا ليهم، اكله لو طعمه رايحين وجميله، المدرسة والهنا أو رايحين والشفا. الدرس أو قاعدين سهرانين. وما تنسوش بقى تعملوا اللايك.